السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بغيت نشرح معكم هاد السلطة ديال الخضر، سلطة صحية. هادو الخضر اللي شويتهم في الفران ودرت لهم واحد الشرموله كيجيو لذاذين نرافقوا بهم اطباقنا، سواء نيت في رمضان دابا يعني مع الفطور مع الحوت مع الكفته مع الدجاج اللي بغيتو، اولا في الايام العاديه. يلا سجلوا عندكم الفيديو باش تجربوا ان شاء الله هاد السلطه الرائعه. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير والطريقه الى نهايه الفيديو. اول حاجه انا خديت خضر، خديت دنجال، فلفله، القرعه، من الاحسن تكون فلفله الوان، قطعتهم على شكل طولي وستفتهم في الطاوه ديال الفران اللي فرشت ليها ورق زبده كيف ما كتشوفوا هنايا. كيف ما قلت لكم هي كتجي احسن الا كانوا الفلافل الالوان كيعطيو واحد المنظر احسن. انا درت شنو اللي موجود عندي، كانت عندي فلفله خضراء، نتوما جربوها الا كان عندكم فلافل ملونات غادي تجيكم احسن بكثير. صافي هنايا من بعد ما غادي نستف الخضره ديالي غير باش نستفوها مزيان باش كلها طيب لينا، يعني ما نديروهاش نجيو نحطوها هكذا. كنحاول انني نستفها مقاده باش كلها يدخل معها الطياب بنفس الطريقه. هذه قرعه خضراء، خديت انا 2 قرعات، فلفله وحده وخديت دنجاله وحده اللي خرجت لي هذيك الكميه اللي شفتو. بغيتو كميه اكثر غادي تضاعفوها بطبيعه الحال. هنا من بعد ما استفت الخضره رشيتها بشويه ديال الزيت وغادي ندير فوق منها شويه د الملحه. من بعد راه ما غاديش ندير الملحه في الشرموله، فغنديرها غير هنا في هذه المرحله هذه. صافي غادي ندخلها الفران حتى كنحسوا بها طابت. مره كنقلبوها نشوفوا واش طابت. انا خديت واحد بصيله صغيره شلتها، شويه ديال المعدنوس قطعته. ممكن انكم تستغناو على البصله وديروا غير الثومه الا بغيتوا الثومه طريه. درت زيت الزيتون هنايا، ديروا العصير الحامض، ما كانش عندكم انا استعملت هذا اللي جاهز. سكينجبير هنا، شويه ديال القزبر يابس، ثومه بودره، الكمون، فلفل احمر، العطريه ديروا اللي بغيتوا ماشي بالضروره، يعني تقدروا تزيدوا تنقصوا كيف ما بغيتوا. المهم انا هذه العطريه اللي درت. صافي هذه هي الشرموله اللي غادي نزيدوا عليها الخضره من بعد ما غطيب لينا في الفران. وكما قلت لكم اللي ما بغاش البصله يدير غير الثومه. صافي هنايا هي الخضره هي كيف ما كتشوفوا طيبه، زدتها فوق هاد الشرموله اللي وجدنا. صافي وتنخلطها مزيان باش تشرب ليا الخضره، تشرب ليا مزيان العطريه، تشرب ليا مزيان هاد القامه هذه. صافي تنقدموها بالصحه والراحه، كتجي لذيذه بزاف وصحيه كيف ما قلت لكم، طيبه في الفران. فعوض ما نديرو الدنجال المقلي مثلا والفلفله مقليه، فضلت انني نوجدها بهذه الطريقه. نتمنى ان هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. ما تنساوش حركه الاكسبلور، ما تنساوش لايك وتعليق والبارطاج ديال هذا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. قدموها دافئه او لا بارده كيف ما بغيتوا، ممكن انكم تحتفظوا بها حتى في البواطه في الثلاجه إذا كانت عندكم كمية أكثر. نلتقي إن شاء الله في فيديو آخر. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.